ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى النهارده واخداكم الفيديو جديد، يا رب فيديو النهارده يعجبكم. حطوا اللايك بقى لاختك كده، شجعوني واكتبوا لي تعليقات حلوة. تعالوا نبدأ الفيديو بشوية مشتريات. تعالوا بقى اقول لكم بميزانية 260 جنيه جبت ايه يكفي اسبوع عندي. حاجات اساسية وضرورية جدا في البيت. اول حاجة كيلو الجزر عامل 10 جنيه، انا جبت نص لان استخدامي للجزر مش كتير، وفي نفس الوقت انا عندي جزر مبشور في الفريزر وعندي جزر مكعبات بحتاجه لو حطيته مثلا مع البسلة، لو عملت حاجة بيه استخدمته، فانا عندي كده كده في الفريزر. جبت كمان بطاطس، الكيلو عامل 10 جنيه، جبت 2 كيلو لان انا برضو كان عندي حوالي كيلو، فقلت حلو قوي قوي ال2 كيلو مع الكيلو اللي عندي هيبقوا حلوين قوي قوي مع بعض، مش هحتاج ازيد من كده في الاسبوع. ما شاء الله البطاطس حلوة جدا واسعارها حلوة بجد، يعني 10 جنيه بطاطس فسعرها حلو قوي قوي. جبت كمان فلفل رومي، الفلفل عامل الكيلو ب20، جبت ربع يعني ب5 جنيه. انا بحب اجيب ربع عشان ما كترش قوي لاني برضو استخدامي ليه مش كتير، وانا برضو عندي تفريزات رمضان لسه ما خلصتش لحد دلوقتي، سواء فلفل بقى سواء جزر، كل حاجة والله في التفريزات لسه ما خلصتش عندي. الليمون طبعا اللهم بارك ده عامل 40 جنيه. جبت ربع ليمون، فالراجل قال لي خلاص خدي نص عشان الليمون بيعلى الفترة دي قوي، فقلت مش هيخسر عندي. وجبت كمان يعني كترت من الاخضر، الليمون الاخضر ده عشان يقعد عندي لان انا استخدامي الليمون برضو مش كتير. فما شاء الله ده عامل 20 جنيه، ده نص كيلو ليمون عامل 20 جنيه. الخيار جبت نص كيلو عامل 5 جنيه، الخيار ب10 جنيه، جبت نص كيلو عامل 5 جنيه. ما شاء الله الخيار جميل جدا، انا بحتاجه بقى يعني واحدة للسلطة الولاد بياكلوه كده، فبرضو يعني ما بحبوش يقعد عندي كتير، فحلو قوي قوي، دي ميزانية اسبوع تكفيني كويس قوي. جبت كمان بتنجان رومي، البتنجان الرومي التلاتة اللي انا هوريهم لكم دول عاملين 10 جنيه. هو البتنجان الكيلو ب14، فانا جبت دول كده وزنوا معايا 10 جنيه، يعني قطعوا معايا 10 جنيه، فبرضو حلوين قوي قوي. عايزه اقول لكم انا جربته مش مبذر خالص، الراجل قال لي ويا ريتني كنت جبت تاني، انا خفت يكون مليان بذر، بس بصراحه ما فيهوش بذر خالص ولا بذريه. ما شاء الله البتنجانه على بعضها حلوه قوي قوي. جبت كمان فلفل اللي هو السبايسي الحراق، الفلفل عامل 20 جنيه الكيلو، جبت ربع برضو ب5 زي الفلفل الرومي. الطماطم عاملة 8 جنيه، جبت كيلو وربع ب10 لاني برضو كان عندي، وانا كده كده مخزنة معاكو طماطم عاملاها ضربها في الخلاط وعاملاها معاكو في رمضان فلسه عندي. طبعا الكابتشينو ده انا بعشقه، كان نازل عليه عرض بدل 8 7، فجبت واحد. مش فارقة خالص في تمنه، بس انا بحبه جدا فلقيته قدامي جبته. الجبنة دي برضو تحفة حلوة قوي قوي، بدل 22 عاملة 15 جنيه، سعرها حلو قوي قوي ولسه قدامها سنة كاملة على بال ما تخلص، فعجبني وندمت قوي قوي ان ما جبتش منها تاني، بس قلت اما انزل تاني بقى اجيب. جبت ب100 جنيه لحمة مفرومة، دي لحمة جملي بتوفر معايا جدا في الفلوس، وفي نفس الوقت بصراحة يعني طعمها حلو قوي قوي المفروم. انا عن نفسي بحب المفروم الجملي جدا، ما بحسش ان في فرق بينه وبين البلدي، بحس ان هو فده ب100 جنيه. عايزه اقول لكم ده ربع كده ب100 جنيه، لان هي اعتقد وصلت ل400 جنيه دلوقتي، فده ربع ب100 جنيه، برضو سعرها حلو قوي قوي. جبت كمان خوخ، قلت بقى لازم انوع كده واجيب لهم اي فاكهه. جبت الخوخ عامل 25 جنيه، النوع اللي انا جايباه ده. هتقولي لا ده الخوخ غالي، الخوخ واصل ل50 و40 جنيه، في كده وكده وكده، انا جايبه من ابو 25 جنيه، وما شاء الله اللهم بارك شكله حلو قوي قوي قوي. ده كمان زي الكنتالوب والحاجات دي، اول مره يعني السنه دي اجيبه، انا جبته السنه اللي فاتت كان حلو قوي، اول مره اجيبه. ده الكيلو منه عامل 25 جنيه، الاتنين دول قطعوا 35 جنيه. ما شاء الله برضو طعمه زي السكر، انا هوريهولكوا دلوقتي وانا بقطعه قدامكم، هوريكم شكله عامل ازاي. ودي ميزانيه اسبوعيه كده هتنفعني وهتوفر عليا كتير. ممكن يوم مثلا اعمل مسقعه، وممكن يوم اعمل مكرونه بشاميل، ويوم اعمل بطاطس مفعصه جنبها لو عندك بيض بقى، لو عندك تعملي شكشوكه او صينيه عجه لو انت عندك بيض. بصراحه يعني حاجات هتوفر عليا كتير، وان انا مفضلش اروح السوق كل شويه واشتري حاجات، لا هوفر كتير قوي.
غسلت الخوخ بقى كده وقلت انا بحب اشيل حاجه بصراحه نظيفه، لان الولاد بياخدوا منها، فبحب لما ياخدوا منها تكون مغسوله قدامهم، ما ياخدوش ويغسلوا لسه، او ممكن تمارا ما تاخدش بالها فما تغسلش، فبحب اخلي الحاجه مغسوله. طلبتوا مني ميزانيات كتير، وكل شويه تقولي اعملي فيديوهات عن الميزانيه. عايزه اقول لكم الفتره الجايه نتكلم عن الميزانيه كتير، عشان هي بصراحه بتفرق معانا في يومنا بجد. لما بنوفر او نحاول ان احنا بنحاول نعمل ده، نحاول نوفر، الموضوع بيفرق معانا كتير. عايزه كمان اعمل معاكم موضوع الحصاله، مش اللي انا عاملاها، فكره الحصاله دي عجباني قوي قوي، عايزه انفذها معاكم بحيث ان احنا نشوف. بس الكلام ده حابه اعمله معاكم ان شاء الله باذن الله في الاجازه، لان في الاجازه يبقى خلاص بقى وقفنا دروس، مفيش مسؤوليه كتير قوي قوي، غير ان احنا نشوف اكلنا وشربنا ومسؤوليه بيتنا، اللي هو سواء كهرباء، غاز، ايجار لو انتي في شقه وبتدفعي ايجار. فعايزين نحاول ان احنا نوفر بقدر الامكان ال3 شهور بتوع الاجازه دول، عايزين نوفر جدا جدا جدا. احنا هنقعد طبعا اجازه 3 شهور ونص، فالنص شهر ده هنعتبره ان احنا دخلنا بقى على المدارس، لان هنجيب حاجه المدارس، فهيبقى اول الشهر احنا كده ملزمين بحاجه المدارس، فاهمني؟ انما ال3 شهور عايزين بقدر الامكان ان احنا نوفر ونشيل حاجة تساعدنا، او تكون يعني حافز لينا ان احنا نحوش بقى بعد كده، او ندخل جمعية بالفلوس اللي هنحوشها. هكلمكم في الموضوع ده في فيديوهات جايه ان شاء الله باذن الله، لاني طلبتوا مني كتير التوفير ونعمل ايه في موضوع التوفير، فانا هحاول بقدر الامكان اقول لكم انا بعمل ايه او ناويه اعمل ايه الفتره الجايه. غسلت بقى كله، غسلت الطماطم كمان. انا طبعا لما باجي استخدمهم بغسلهم تاني، بس انا برضو قلت يعني ايه، كانوا بصراحة مليانين رملة كده مكان الترابة ومكان الفرش بتاع السوق الكلام ده، فانا قلت اغسلهم كويس برضو. الموضوع ده يفرق معايا قوي قوي، ان انا الحاجة عندي تبقى كويسة واشطفها اول ما اجي اخدها. طبعا بقى صفيتهم كويس قوي، كنت غاسله خلاص الحاجات دي، فحطيتها بقى فيها. كبار قوي قوي قوي، يعني عايزه اقول لكم بجد العلب دي كبيره جدا جدا، بتاخد كميه كبيره، واخدالي حيز في التلاجة كبير، فان شاء الله باذن الله هجيب علب كده معاكم نوع تاني واوريها لكم واستخدمها معاكم. ودول برضو ينفعوني، ممكن اخليهم مثلا للعب الولاد اللي هي البسيطه الصغيره، بدل ما بيكركبوا لي بيها الاوضه وكده، ممكن اخليها ليهم. على فكره هي كبيره جدا، الكاميرا مش مبيناها بس هي كبيره قوي. قلت بقى اجرب معاكم، ده زي الشمام كده، او زي الكنتالوب، بس هو انا مش عارفه اسمه بصراحه، والراجل قال لي اسمه بس انا مش فاكراه. هو مش اسمه شمام او كنتالوب، هو زيهم، بس انا مش فاكره اسمه. ما شاء الله، عايزه اقول لكم طعمها زي السكر، زي السكر والله العظيم مش ببالغ بامانه، طعمها مسكر جدا 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 جدا، عجبتني قوي قوي. دي بقى مع حته جبنه قديمه كده او حته جبنه براميلي، يا سلام والله بتبقى حلوه قوي قوي. اوقات ببقى محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه، فبجيب بطيخ مثلا ومع جبنه، بجيب مثلا كانتالوب وناكله مع جبنه، والله اليوم بيتقضى ويبقى جميل جدا جدا، وما بيبقاش مليان تعقيد. يعني بجد عجبتني قوي، طعمها حلو قوي. يعني لو انتوا عندكم النوع ده اللي هي فيها خط دي من بره، الكنتالوب او النوع ده اللي فيه خط من بره، هاتيه وجربيه هيعجبك بجد قوي، نوعه حلو بجد. طبعا بقى كان البوتاجاز مبهدل كده، مليان رد وعيش وحاجات، بس البوتاجاز عايز تنظيفه عميقه بجد، يعني انا بقالي كتير قوي ما عملتلوش تنظيفه عميقه. محتاج بقى ان نلبس الجلافز الجوانتي اللي انا وريته لكم اللي كنت شارياه، وناخد بقى كده المنظف بتاعه اللي احنا متعودين عليه مع بعض، ونديله بقى تنظيفه محترمه عشان هو محتاج تنظيفه محترمه. بس انا غصب عني والله انا مخيوله جدا في ايام الدراسه، انا بصوا يوميا بنزل اروح الدروس لولادي، بصوا ما ببقاش فاضيه والله، يعني غصب عني. الاجازه جايه ونبقى فاضيين كتير جدا، اذا كنت عند ماما اصور لكم، اذا كنت في بيتي اصور لكم، سواء ميزانيات سواء افكار للاكل بقى، لان جاي لنا دلوقتي خلاص الاجازه جايه، وهنحتاج افكار للاكل كمان، داخلين على الامتحانات، ومحتاجين كمان افكار للاكل حلوه وحاجات مغذيه للولاد، لان طبعا محتاجين طاقه كده شويه عشان الامتحانات يركزوا فيها، فاهميني؟ فمحتاجين افكار اكل كويسه تكون مغذيه وفي نفس الوقت حلوه وهم بيحبوها كمان. وممكن كمان ندخلهم في الاكل بعض الحاجات كده اللي تنفعهم وتكون مفيده ليهم. ما شاء الله الشمس كانت ضاربه عند البوتاجاز، فما كنتش محتاجه الاضاءه بتاعه الرينج لايت خالص من كتر اضاءه الشمس. هعمل بقى اللحمه وعصجها،
اليوم ده كنت اعمل لهم مكرونه بالبشاميل، فقلت اعصج اللحمه، نزلت كده معلقه سمنه، بصلايه، نزلت اللحمه هتاخد كده تشويحه، انزل بهارات، انا حاطه ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه بهارات، السبع بهارات بس. اقلب بقى الكلام الحلو ده كله، اول ما اللحمه تاخد لون هقوم حاطه عليها طماطميه كده متقطعه وفلفل حراق، لو انت عايزاه فلفل رومي براحتك، لو انت مش عايزه اصلا عايزه تستغني عن الاتنين وعندك صلصه طماطم حطي معلقه، انا عندي صلصه طماطم بس قطعت طماطميه يعني حبيتها اكتر. وكيس المكرونه شلت منه يا دوبك حاجه كده بسيطه قوي قوي عشان اللحمه تبقى كتيره فيه، مع اني والله حسيت ان شويه دول مش هيفرقوا خالص لو حطيتهم، لان بجد اللحمه ما شاء الله كتيره. طبعا انا كان عندي المكرونه ما اشتريتهاش، بس بعت ابني يجيب كيلو لبن، لان يعني ما كانش عندي لبن ولا شوربه، وانا بصراحه بحب احط فيها شوربه قوي قوي بس ما كانش عندي، فقلت كفايه اللبن. وبهرت البشاميل بنفس البهارات بالظبط بتاعه اللحمه. حلو. وسلقت المكرونه وخلصت خلاص، والبشاميل اللي بقى بتتقل معايا كده القوام اللي انت عايزاه بتقفلي عليها وتبتدي تشتغلي على طول. الصينيه طبعا انا مشوحه فيها اللحمه، ما رضيتش بقى اغسلها، قلت هعمل فيها عشان كل اللي في الصينيه ده ناخد طعمه كده في المكرونه بتاعتنا. بحب قوي قوي تركية ان انا احط البشاميل على المكرونه، كبشه كده بشاميل على المكرونه، عليها كبشه لحمه كده او معلقتين لحمه حلوين، واقلب. الكلام ده بيفرق قوي، المكرونه بتبقى مليانه بقى من صوص البشاميل ومليانه كمان من اللحمه، الموضوع ده بيبقى بجد حلو قوي قوي. نزلت بقى المكرونه وحطيت عليها كمان اللحمه، واحط عليها كمان بقيه المكرونه وبقيه البشاميل. عايزه اقول لكم اللهم بارك، بجد جميله جدا جدا، قضت معايا يوم كامل يوم كامل قعدنا ناكل فيها. وهتلاقي نفسك انك كلفتي نفسك كل الموضوع 130 جنيه. لو انت عندك المكرونه، لو انت بقى عندك لبن في الفريزر بتحتفظي بيه، يبقى عندك اللبن والمكرونه كلفتي نفسك 100 جنيه، اللي هي اللحمه. لو انت كمان عندك اللحمه في الفريزر هتطلعي وتعملي على طول، فاهمني؟ خلصت بقى خلاص كده، وهحط بقى البشاميل وخلاص بقى هدخلها الفرن. هسيبها بقى، انا مش بحب احط بيض فيها خالص عشان بحسها بتبقى زفرة شوية. ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا والصينية مليانة كده وجميلة. خلصت خلاص، قلت بقى اخدكم المواعين الحلو اللي منور الحوض ده. المواعين كانت كتيرة اليوم ده جدا، عشان طبعا طول ما انا واقفة وعمالة اعمل في اكل بوسخ مواعين. الصبح كنا فطرانين فول وبطاطس وبيض، ف الحله الالمونيا اللي انتوا هتشوفوها ديت اللي هي مش نظيفه شويه، الحله دي يعني شاطت مني او نسيتها على البوتاجاز في مره، ف قدر الله مش افعل، الحمد لله يا رب. قلت خلاص بقى بما انها محروقه كده وعامله كده ومش عايزه تنضف خالص، انا هخليها للبيض، لسلق البيض بس. وفعلا مخليها بسلق فيها البيض بس، يعني انا خصصتها خلاص اسلق فيها البيض. قلت خلاص مش هخليها لاي حاجه تانية خالص. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في موضوع الفيديوهات، تنزيل فيديوهات الفتره دي، بس طبعا انتوا عذريني، طبعا احنا خلاص داخلين على فتره امتحانات، وفتره مش سهله خالص، لان امتحانات اخر السنه، مش امتحانات شهر مثلا وهنذاكر حاجات معينه، بالعكس ده احنا مضغوطين جدا جدا الفتره دي، فمحتاجين ان احنا نشد حيلنا كده ونركز في كل حاجه، نركز في الفيديوهات، واركز كمان مع الولاد، واركز في البيت. فالفيديوهات بحاول بقدر الامكان والله انزل لكم فيديو. الفيديو ده نازل النهارده ان شاء الله، انا هحاول ارجع تاني انزل فيديوهات على العصر، بحيث ان اغير الميعاد يبقى اليوم كله كده في البدري، ففي البدري يبقى الناس تشوف الفيديوهات، فاهمني؟ يعني ادينا بنعمل محاولة عشان الفيديوهات تشاف شوية. بصوا بقى، يعني دي اكتر فترة بحبها او اكتر فقرة انا بحبها، فقرة غسيل المواعين، بجد اكتر فقرة انا بحبها بجد، لان بتفرق معايا قوي قوي، بحس نفسي اتنشطت كده وخدت باور، واديتكم كمان كده نشاط وباور انتوا كمان، فاهمني؟ فانا بحب فقره المواعين دي جدا، ما بتبقاش ضغطاني او ما ببقاش متضايقه وانا بغسل مواعين خالص خالص. انا بحس نفسي فعلا وانا بغسل مواعين ان انا مبسوطه جدا جدا، عكس ناس كتير، والله ناس كتير تقولك عندي كم مواعين في الحوض، المواعين بتتولد في الحوض مش عارفه في ايه. انا عن نفسي بحب اوقات بزهق وامل زيكم، بس بحس ان انا بصراحه باخد نشاط كده وحيويه من غسيل المواعين، بحس ان ايدي كده ابتدت تشتغل، وان انا صحتي بدأت تفوق كده، فاهمني؟ وعارفه كمان ان انتوا تنشطوا جدا، ولما بطلت اغسل مواعين في الفيديوهات بقيتوا تقولي اسراء انت بطلتي تغسلي مواعين ليه؟ فلا، احنا بنعمل كل حاجه مع بعض في الفيديوهات تاني زي الاول.
قولوا لي بقى رايكم في فيديو النهارده عجبكم ولا ايه؟ قولوا لي كده افكار نعملها مع بعضينا الفتره الجايه. طبعا انتوا كلمتوني على الميزانيه كتير، بحاول بقدر الامكان ان انا اقول لكم الميزانيه اللي تكون مش عاليه قوي علينا، في نفس الوقت تمشي يعني ايامنا كده الجايه، لان الايام الجايه طبعا دروس وتكثيف في الدروس والكلام ده، فيبقى ضغط علينا قوي قوي. عايزه ان شاء الله اعمل معاكم ميزانيه لحوم العيد، وهعملها معاكم بميزانيه حلوه قوي 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 ان شاء الله باذن الله. هديكوا افكار فيها حلوه جدا، وهنعمل حاجات مع بعض هتعجبكم قوي لافكار العيد، لان العيد بقى يبقى اجازه، مش هيبقى عيد بس، ده يبقى عيد واجازه من المدارس خلاص بقى. فهنبقى محتاجين ان احنا برضو نعمل افكار حلوه تنفع في العيد، وفي نفس الوقت حاجات تنفع في الاجازه، فاهمني؟ فهنعمل افكار حلوه مع بعضينا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، هتعجبكم قوي قوي قوي. خلصت بقى خلاص كده، بحب بقى اغسل الحوض بعد ما اخلص خالص بنفس السلكه اللي انا عملت بيها، وانشف الحوض بتاعي كده عشان ما يبقاش فيه ميه او حاجه. وخلاص خلصت بقى، ودنيتي كانت رايقه كده ومفيش اي حاجه خالص. كانت طبعا المكرونه في الفرن، فقلت اطلعها بقى اوريها لكم واوريكم منظرها التحفه. بصوا انا لا حاطه جبن عليها ولا حاطه بيض مثلا عشان يديها اللون اللي على الوش ده خالص خالص. عايزه بقى المكرونه ما تتفرفتش معاكي كده او ما تتعملش معاكي كده، اصبري عليها كده لما تبرد عشان تقطعيها، يعني اصبري عليها لما تهدى شويه وقطعيها، هتطلع معاكي مكعبات زي ما هتقطعيها بالظبط. خلصت بقى خلاص كده. عايزه اقول لكم طعمها بجد تحفه قوي يا بنات، والله العظيم طعمها حلو قوي قوي قوي، مظبوطه ملح وطعم وكله، وتحسوها كده مليانه صوص مليانه، فعجباني قوي قوي قوي. يا رب كده فيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب كده اكون قلت لكم افكار خفيفه تنفعكم ليومكم، وان شاء الله باذن الله نعمل افكار لميزانيه حلوه قوي قوي الفتره الجايه مع بعض. اشوفكم على خير، ما تنسوش تدعوا لي دعوه كده من قلبكم حلوه، انا بدعي لكم لواحده واحده فيكم. باي باي.